تعالوا بقى نعرف مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن نعملها نقلل بيها الاعراض بتاعه السيبو. الشخص اللي بيكون عنده السيبو بسبب موضوع الانتفاخات الكتيره جدا والتخمر السريع للاكل ده بنعمل له حاجه اسمها لو فود ماب دايت. فود ماب ديت مش كلمه، ديت اختصار FODAMAP، اختصار fermentable اوليجو داي مونوساكرايدز اند بوليولز، يعني السكريات ومشتقاتها السهله والسريعه التخمر دي بنستبعدها تماما من الاكل او بنحاول نقللها. طب ايه الاكلات اللي فيها سكريات بقى اللي هي سريعه التخمر دي؟ طبعا اول حاجه السكريات والحلويات بكل شكلها والسكر بتاعنا. النقطه الثانيه بنستبعد كمان منتجات الالبان المباشره، يعني اللبن وشويه الزبادي وممكن الجبن الفريش اللي هي ما تعتقتش، يعني مش زي مثلا الجبنه الرومي ولا الجبنه الجوده ولا الجبنه الفلامنك، لا الجبنه البيضاء بنحاول نطلعها شويه من الاكل عشان لو فيها شويه لاكتوز وعندنا شويه لاكتوز انتولرنس فدي ممكن تبقى يعني في كونفيوجن شويه كده في الاعراض او تزود الاعراض بتاعه الانتفاخات اللي حاصله عندنا. وبعدين بنستبعد كل الخضروات اللي بتسبب الغازات زي الثوم وزي البصل، بنطلعهم شويه من عندنا من الاكل. وبنروح كمان للبقوليات وبنستبعدها هي كمان، ونركز اكتر على المصادر الحيوانيه بتاعتنا، اللحمه، الفراخ، السمك، الرز ما عندناش فيه مشكله، الخضروات العاديه ما فيش فيها اي مشكله خالص، السلطه الخضراء بتاعتنا. ولو هروح للفاكهه فخليني اكتر في الحمضيات والسيترس فاميلي اللي هي الموالح، البرتقال بقى والسفندي، واحنا كمان داخلين خلاص على الشتاء والحاجات دي هتبدا تطلع معانا فكويسه جدا معانا للناس اللي عندها السيب. بنوقف الحاجات دي لفتره من حوالي اسبوعين لشهرين، وبعدين واحدة واحدة بنبدأ ندخلها تاني بالتدريج لحد ما نعرف ايه الحاجة اللي لما دخلناها بقت هي دي اللي مسببة عندي زيادة في الأعراض وبحاول استبعدها تاني. التوضيح في اللي فات ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي بنستخدمها هنا، وفي بعض الأحيان في ستاديز اتكلمت على ان استخدام البروبايوتكس اللي فيها البايفيدوبكتيريوم بتساعد شوية في الأعراض بتاعة السيبو، بالذات ان البيفيدوبكتيريوم نون كربون دايوكسيد او نون جاز بروديوسنج بكتيريا، وبالتالي مش هتزود الأعراض بتاعة الانتفاخ، بالعكس هتساعد على عملية إعادة توطين البكتيريا جوه القولون. أشكركم على المتابعة ونفتكر دايما إن صحتك أهم.